صباح الخير عليكم ويوم جديد وإن شاء الله يوم سعيد على الجميع وأيامكم كلها خير ورزق. قبل ما أتكلم في الحوار اللي أنا حابب إن أنا أتكلم فيه، طبعا خالص عزائي للشعب السوري وللشعب التركي طبعا في حادث الزلزال أمس، وربنا يشفي كل مريض ويشفي جميع المصابين. طبعا خالص العزاء وربنا يرحم جميع أمواتنا وخالص المواساة وربنا يحفظنا جميعا. قبل بقى ما اتكلم في الحوارات الكتيرة اللي كل يوم بنشوفها، هل يجوز ان حد يدخل مثلا مؤسسة رياضية او اي مؤسسة في الدولة، يجيب حد كده يبقى ماشي معاه ويدخل على المؤسسة دي ويصور فيديو ويصور كل الاحداث اللي موجودة، حتى لو في مشكلة او في اي حاجة؟ ينفع ان انا اجيب ابراهيم مثلا عندي مشكلة مع اتحاد الكورة، اجيب اجيب فوتوغرافر معايا او حد يمسك لي الكاميرا ويقعد يصور كل الناس ويصور كل الاحداث اللي بتحصل جوه اتحاد الكوره؟ طبعا حاجه مخزيه يا جدعان، والله العظيم عمرنا ما شفناها ولا شفناها في الرياضه ولا شفناها حتى في اي دوله. هل خلاص هو ده بقى الاسلوب المتبع في الفتره الاخيره؟ ان اي مشكله ما بيني وما بين شخص اجيب بقى حد، اجيب تعالى او امسك الكاميرا بتاعتي امشي بيها او احط الكاميرات اللي هي الجديده اللي نازله دي واخش بقى على اي مؤسسه سواء رياضيه او مصلحه حكوميه او بنك ايا كان بقى، عندي مشكله في حاجه اخش بقى واصور بقى فيديو؟ هل ده بقى خلاص قانونيا شغال في موجود عندنا في البلد او في اي دوله في العالم؟ مش ممكن. مش هتشوف الحاجات دي غير مع مرتضى منصور. مرتضى منصور في الفترة الأخيرة يعني زودها قوي، زودها جدا بشكل مبالغ فيه. ويمكن أنا اتكلمت، وحتى والله أنا آسف إن أنا بقعد أعيد في الحوارات دي لأن إحنا بقالنا سنين في القصص دي، سواء خلافاته مع النادي الأهلي أو مع رموز النادي الأهلي أو حتى مع رموز نادي الزمالك أو مؤخرا حتى المؤسسة الرياضية اللي بتحكمنا كلها وهو اتحاد الكورة. مش ممكن ان انت يكون عندك خلاف وكل ما يحصل خلاف تقعد تهدد بتسجيلات وتهدد بفضايح وتشتم واعراض وكلام في الاعراض. ومع احترامي طبعا، كلام مؤخرا على استاذ جمال علام، انت مسافر بزوجتك مع كل التقدير والاحترام طبعا للاسر المصريه وكل الحياه الشخصيه، يعني ملناش دخل بيها. مش ممكن كم المشاكل وكم الاسلوب اللي احنا عمرنا ما شفناه في حياتنا، والله العظيم. يمكن الواحد بقاله اكتر من 30 سنة او 35 سنة في المجال، احنا عمرنا ما شفنا على الساحة الرياضية حتى لو في مشاكل مع اهلي او الزمالك، عمرنا ما شفنا حد مثلا من النادي الاهلي عنده مشكلة مع اتحاد الكورة ويقعد يهدده بالفيديوهات ويهدده بالاحاديث ويقعد يتكلم في اعراض. مش ممكن. لحد امتى؟ يعني بجد الموضوع بقى رخم قوي وبوخ وبقى غلس. والتسريبات اللي نازله دي انا مش عارف ايه الهدف منها. يعني انت داخل واخد حد معاك بيصور لك الاحداث وانت داخل اتحاد الكوره وانت ما بنعرفش بتتكلم مع المستشار القانوني مع استاذ وليد العطار، مع احترامي مع حفظ الالقاب يعني. هل دي كوره؟ هل ده اسلوب ان انت عايز تاخد حقوقك حتى لو انت ليك حقوق، رغم ان الخطأ من عندك انت في التأخير في القيد؟ لا يسأل عنها الاتحاد الكورة. عليك مديونيات، اعتقد النادي الاهلي كان من ضمن المديونيات، كل الانديه المصريه عليهم مديونيات وجدولوها وخلاص، فانت عارف المشكله اللي عندك. ايه بقى الحوارات اللي عماله كل يوم تحصل وتسريبات وعمال تطلع قدام الناس ان انت مؤامره واتحاد الكره ضدك؟ طب الكلام ده انت ليه ما حلتوش من قبل فتره القيد لما تخلص يعني؟ دخول اتحاد الكوره بالشكل ده بصراحه ما اعرفش، والله الواحد عمره ما شاف الكلام ده يا جماعه. بجد بجد ده خلاص، ده كده بقى اي حد في الفتره اللي جايه عنده مشكله مع حد يجيب بقى حد فوتوغرافر معاه او مصوراتي معاه او انا امسك الكاميرا واخش واقعد اصور في الناس. النقطه الاهم بقى، مع احترامي للمسؤولين في اتحاد الكوره واللي كانوا ظاهرين في الفيديو، هم ازاي اصلا سايبين ان هم بيتصوروا ويتكلموا؟ وحتى الولد اللي واقف او الفوتوغرافر اللي واقف عمال ماسك الكاميرا عمال يلف على الكل. حتى طب انت عندك مشكله، انت عندك مشكله مع اتحاد الكوره، ايه ذنب الراجل؟ ايه ذنب الراجل اللي انت دخلت عليه الحمام ده؟ يعني هو يعني هو ده اللي هيحل لك المشكله؟ يعني مش ممكن. مفيش خصوصيه، مفيش احترام للمكان. اللي هو انا داخل في اي مؤسسه تيك حتى من غير استئذان، داخل هجوم وداخل
معايا مش عارف مين وخمسة ستة وواحد ايه هو في خناقة؟ هو احنا داخلين خناقة؟ دي كورة يا جماعة، والله كورة. انا والله اللي صعبان عليا الراجل اللي كان في الحمام، يعني ايه ذنبه؟ يعني حتى الراجل ما سبتوش في حاله، يعني راجل. والله بجد حاجة تضحك، والله بجد حاجة فعلا، بجد موضوع حاجة تضحك يعني. مسخرة. بنشوف حاجات على الكرة المصرية، حاجات غريبة ما شفناهاش غير مع مرتضى منصور بصراحة، يعني مبدع. سواء في أحاديثه، سواء في مكالماته، سواء حتى في الكلام اللي هو بيقوله. انت عندك مشاكل مع كل مصر، مؤسسات رياضية، النادي الأهلي، حتى مؤخرا مع جماهير نادي الزمالك، ومؤخرا مع جمهور النادي الأهلي. فانت اعتقد ان انت مفيش مشكلة، او مفيش حد انت مش عامل معاه مشكلة، فما تلومش غير نفسك. ما هو اللي بيعادل كله بيخسر كل حاجه. فطبيعي باللي انت بتعمله، بالمكالمات، بالاحاديث، بالكلام اللي انت بتقوله، بالاعراض. يعني حاجه يعني عمرنا ما شفناها. انا فعلا في الرياضه المصريه او في الرياضه حتى العالميه عمرنا ما شفنا الكلام ده بيحصل. عمرنا ما شفنا الكره المصريه في قواضي وفي مشاكل. ومؤخرا مش عارف لسه قاري حديث ان هو هيرفع قضيه على اتحاد الكوره، وهيرفع على وزير الشباب. ما اعرفش قضيه، ما اعرفش تحدد لها باين يوم 8 حاجه زي كده على ما اعتقد يعني. ايه يا جماعه ده؟ دي الكوره بقت خلاص محاكم ومشاكل وقواضي. ما بلاش نتكلم في الكوره. يمكن والله مؤخرا بس النادي الاهلي في مشاركته في كاس العالم للانديه، رغم التقليل من شان النادي الاهلي في الفتره الاخيره، رغم النادي الاهلي نادي كبير جدا، وهو الحاجه الوحيده اللي بتفرح الكره المصريه، وهي الحاجه الوحيده المشرفه للكره المصريه. عنده مباراه ريال مدريد، لاول مره يمكن في خلال الاسبوعين النادي الاهلي خلانا نتكلم على كوره. عشان تنجح لازم يبقى عندك اداره ناجحه، اداره بتعرف تتعامل. المشاكل الشخصيه ما بينك وما بين ناس، او مشاكل تصفيه حسابات، ابعدها عن النادي، وابعدها عن اللعيبه، وابعدها عن حتى الجهاز الفني. انا امبارح بقى الواحد بيتفرج، اتنين مديرين فنيين بيديروا المباراه. ما في مثل بيتقال ايه؟ المغرب اللي فيها ريسين المركب اللي فيها ريسين بتغرق. فطبيعي انت هتغرق وهتخسر وكل حاجه. حتى بصيت على مستر فيريرا، اعتقد ان مستر فيريرا مش عاجبه حاجات كتيره جدا. اعتقد ان هو مش عايز كابتن اسامه نبيه او الجهاز الفني اللي معاه، تحس ان هو الراجل ده مجبر عليه. وموضوع ان انت تمشيه اسبوع ويرجع، خلاص انت فقدت الثقه فيه، وهو فقد الثقه فيك. خلاص هو عارف ان في اي وقت هيمشي. فطبيعي الانهيار اللي بيحصل. طبيعي نادي الزمالك دي تاني مرة تقريبا يخسر 3-0، وخسر من أسوان وخسر من النادي الأهلي. فطبيعي النتائج هتبقى سيئة جدا. طبيعي إن أنت هيبقى عندك مشاكل جدا كبيرة جدا في أوضة اللبس مع اللعيبة فقدت الثقة. أنت خليت اللعيبة تفقد ثقتها في نفسها. ناحية جماهيرية خلاص أعتقد إن بقى خلاص مفيش ثقة ما بينك وبين الجمهور. اتحاد كورة مفيش ما بينك وما بينهم غير كل المشاكل. النادي الاهلي يعني كلام على الرموز الكره المصريه سواء في الاهلي او في الزمالك بقى مبالغ فيه. فطبيعي هتخسر، طبيعي ان هيبقى عندك خلل، طبيعي هيبقى عندك مشاكل، طبيعي النتائج هتبقى وحشه، طبيعي هتبقى متعصب. يمكن على طول انا شايفك على طول متعصب، يعني اي حد بيختلف معاك انت متعصب على طول، بتشتم الناس، بتتكلم في اعراض، بتتكلم على مؤسسات رياضيه، مؤسسات سياسيه، تشكيك في القضاء. فانت عندك كم مشاكل. وايه موضوع ان انت والبلد هتولع؟ على فكرة الناس بقت فاهمة، الناس بقت عندها ما شاء الله واعية. الناس عارفة مين اللي بيخدم المكان ومين اللي ما بيخدمش المكان، مين اللي واخد المكان ده لمصالحه الشخصية وتصفية حسابات. والناحية التانية كابتن محمود الخطيب، الراجل ما شاء الله، رغم الضغوط ورغم الإهانة ورغم الكلام الكتير جدا عليه، الراجل ساكت ما بيتكلمش ومش هيرد. ده اللي احنا متعودين عليه في النادي الأهلي. عمر ما حد بيرد على الإساءة. الرد دايما بالعمل، الرد دايما في الملعب، الرد بشغلك بنجاحك. هو ده الرد، مش مجرد ان انا اقعد اجعجع واتكلم واقعد واقول وكذا وكذا واعمل هوبا وايه. ده مش في الكوره. الكوره تجتهد، الكوره تشتغل صح، الكوره بتركز مع فرقتك. ومع احترامي كل الناس اللي بتقعد تطبل لك وكل الناس اللي بتقعد تتكلم بتقعد تهز راسها،
راسها دي فتره مؤقته، يعني فتره كده، عارف اللي هو مجرد ان انا موجود في المكان فطبيعي هبقى مع يعني ايه، مع المكان عشان خاطر امشي حالي وامشي شغلي. بس الناس دي عمرها ما هتحب المكان ولا هتحب النادي، هي محبه مصلحه شخصيه. فطبيعي حاله الانهيار دي هتبقى موجوده. وبجد الله يكون في عون الجمهور نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك من كم الضغوطات. على فكره الضغوط اللي موجوده دي نتيجه المشاكل ونتيجه الظروف ونتيجه العداوه، كم العداوه اللي موجوده. انت عملت عداوه حتى مع الصفحات بتاعه النادي، بتخطأ في حقهم. اللي بيختلف معاك، انا مش عايز اقول الالفاظ والله اكيد انتوا سمعتوها، سواء بالام او بالاب او الشتايم او السب، كل الكم ده طبيعي ان انت استحاله يبقى عندك حاله استقرار جوه النادي، استحاله يبقى عندك لعيبه معنوياتهم مرتفعه. خلاص اللعيبه فقدت الثقه، الجهاز الفني فقد الثقه، حتى الرموز بتاعت النادي، بتاعت نادي الزمالك مش عارفه تدافع عن النادي ولا عارفه تتكلم. كل اللي بيتكلم لشخصك، فبيتكلم لمصلحته الشخصيه. والله حالة فعلا بنشوفها في الكرة المصرية غريبة جدا. النادي الأهلي بتمنى له التوفيق، لأن الحاجة الوحيدة اللي خلتنا نتكلم في الكورة هو النادي الأهلي. مباراة كبيرة جدا النادي الأهلي هيلعبها قصاد ريال مدريد، وكل العالم كله والوطن العربي هيتابع المباراة دي. مباراة كبيرة جدا، إن شاء الله الأهلي يفرحنا. بعيد عن النتيجة، أتمنى النادي الأهلي يأدي أداء طيب، لأن فعلا طول ما في استقرار اداري واستقرار فني واللعيبه مركزه وما شاء الله، حاله الحب اللي ما بين اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره، هو ده اسباب النجاح. النجاح ان الناس تبقى حواليك، الناس تحترمك، الناس تحبك، كل ده بيوديك في الطريق الصح وبينجحك. كل التوفيق، تحياتي ليكم، صباحكم فل. ابراهيم سعيد.